يا صباح الورد والفل والهنا يا حلوين. ايه اخبار اول يوم رمضان؟ طمنوني. انا بالنسبة لي اول يوم بيبقى اصعب يوم في الصيام. الفيديو بتاع النهاردة هيكون عن الافطار بتاع اول يوم رمضان. هقول لكم على حتة وصفة للجلاش بالجبنة هتطلع روعة ان شاء الله، هتاكلوا صوابعكم وراها. اول حاجة بحب ابدأ بيها خالص من بدري، وممكن اعملها من الصبح مثلا، بالذات لو عندي عزومة او لو هيبقى عندي حاجات كتير اعملها في اليوم. الدريسنج بتاع السلطه بحط شويه ملح، وبحط ليمون اند بيبر سيزنينج، ليمون وفلفل اسود بيبقوا مع بعض زي التوابل كده بالظبط. بحط عليهم شويه كمون، وبعصر عليهم ليمون او لايم، وشويه زيت زيتون، وبقلبهم كويس قوي قبل ما احط عليهم البصل. عايزه اقول لكم لو استخدمتي الليمون اند بيبر سيزنينج دي، اللي هي الليمون والفلفل مع بعض، مش محتاجه تحطي سماق، بيدوا نفس النتيجه تقريبا. احلى بصل في السلطه البصل الاحمر، بيبقى طعمه حلو قوي في السلطه. بقطعه حتت صغيره كده، واتاكد ان هو يعني غرقان كده في الدريسنج، عشان بياخد من طعم الدريسنج، بيبقى طعمه حلو قوي في نفس الوقت ما بيعملش ريحه خالص. وبحطه في التلاجة. كمان بقطع حاجات السلطه واركنها في التلاجة، ما بحطش الاتنين على بعض الا وقت التقديم. بعد كده هعمل الحشوة بتاعة الجلاش. الحشوة بتاعة الجلاش ممكن برضو اعملها في نفس اليوم الصبح او قبلها بيوم، بس مش اكتر من كده، لان انا هعمل جلاش بالجبنة. لكن طبعا لو هنعمل جلاش باللحمة المفرومة ممكن نجهزه قبلها ونسيبه في الفريزر، لكن بالجبنة يستحسن يا نفس اليوم الصبح يا اما قبل ما يتعمل على طول. هخرط البصل حلقات، وفلفل الالوان اللي تعجبكم. هحط انا هنا فلفل احمر واصفر واورنج، وهحط كمان فلفل حراق. وهقطع طماطم حتت صغيره خالص، ممكن تعمليها حلقات وممكن تعمليها حتت صغيره خالص. انا بعمل الجلاش بالجبنه بطريقه مختلفه تقريبا عن الناس بتعملها بيها، بس بيطلع طعمه تحفه لو جربتيها بالطريقه دي. هجيب طبق، هحط فيه بيضه، وهحط فيه يعني ربع مكعب او يعني حته صغيره من مكعب الماجي. لو عندك ماجي اللي هي الفوريه هتدوب اسرع، اللي عايز يستغنى عن الخطوه دي يستغنى عنها، بس يظبط البهارات كويس. اللبن اللي حطيته على البيض حطيت حوالي تقريبا معلقتين كبار لبن. هحط فلفل اسود، وهحط بهارات مشكله. هحط شويه ملح، هقلبه كويس قوي و... واستنى شويه لحد ما التوابل يعني عارفين يبدأ البيض يمتص من التوابل شويه، 5 دقايق ولا حاجه كده. وبعدين هبدأ انزل عليه الحاجات اللي انا عملتها، الفلفل والبصل والطماطم، كل اللي انا لسه مقطعاه ده دلوقتي هنزله، وهضيف عليه كمان شوية بقدونس وشوية كزبرة خضر، واقلبهم كلهم مع بعض. بعد كده يبقى ناقص ايه؟ يبقى ناقص الجبنة. هحط بقى الجبنة. بحب احط 3 انواع جبنة: التشيدر تشيز، وهحط موتزاريلا، وهحط لما اجي اعمله، مش هحطه دلوقتي، هحط بلغاريان تشيز. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها، وممكن اسيبها في التلاجة. كل الحاجات دي انا حضرتها الساعة 12 الظهر، يعني بدأت 12 الظهر حضرت التحضيرات دي، دريسنج بتاع السلطة، حضرت الحشو بتاع الجلاش، وطلعت الجلاش من الفريزر، بحيث لما اجي استعملها طبعا في علبتها زي ما، بس لما اجي استعملها تبقى فكة وتشتغل معايا على طول. هسيح معلقة سمنة على معلقة زبدة في الميكروويف، وهجيب الصينية اللي هعمل فيها الجلاش وهدهنها كويس من كل حتة. لازم اتأكد ان هي دهنت كويس جدا من الجناب ومن الاطراف، كله. وبعد كده هجيب الجلاش اللي هو الفيلو دو. هجيب الجلاش و هحطه هحط طبقتين، يعني ورقتين، وبعد كده ادهن سمنة، وبعد كده ورقتين تانيين وادهن سمنة، وبعد كده ورقتين تانيين واحط الحشوة. وانا بحط الحشوة هحط فيها البلغاريان تشيز، وبعد كده اغطي بورقتين تانيين واحط سمنة بينهم، وهكذا. يعني هعمل 3 طبقات تحت، وبعد كده الحشوة، وبعدين 3 طبقات، فتقريبا يعني 6 وراق، والحشوة و6 وراق.
وبعدين ادهنها من على الوش خالص بالسمنة. حكاية انك تعملي ورقة وورقة، ورقة فيها سمنة وورقة ما فيهاش، بتعمل حاجتين: اولا ما بتخليهوش دسم قوي، ثانيا بتخليه طري، ما بتخليهوش ينشف من جوه. بعد كده بنحط سمنة على الوش وبعدين بنقطعه. الخطوة دي مهمة ان احنا نقطعه، اولا بيسهل علينا ان احنا نقطعه بعد كده، ثانيا هيشرب اللبن والبيض اللي احنا هنعمله دلوقتي. في كوباية هنحط بيضة وهنحط لبن، حوالي ربع كوباية لبن، وعليها بيضة وشوية فلفل اسود، ونقلب كويس قوي. وبعدين ندلقها على صينية الجلاش. في ناس بتدخل صينية الجلاش الاول في الفرن شوية، يعني يا دوب تحمر سنة، وبعد كده تحط اللبن والبيض. انا بحطهم معاها دلوقتي زي ما بقول لكم، عشان يعني تبقى مقرمشة من بره وطرية من جوه. هضرب البيض كويس وبعد كده احطه على الجلاش واتاكد انه توزع في كل حته بالتساوي. وكده تبقى خلاص جاهزه ان احنا ندخلها الفرن. غالبا بتاخد لها يعني من ربع ساعه لتلت ساعه. هنعرف ازاي ان هي استوت؟ اول ما تبدا تحمر من تحت ومن فوق معناها استوت. هسيبها بقى دقيقتين 3 بالعدد، يعني على اساس ان هي تتشرب الجلاش، يعني ياخد وقته يتشرب باللبن. دقيقتين 3 مش اكتر من كده قبل ما احطها في الفرن. في الوقت ده هجهز الذرة. بحب قوي 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 لما احط الذرة في الفرن. الذرة في الفرن بسويه في الفرن بيبقى ليه طعم تاني خالص، بيبقى جوسي كده، يعني مش ناشف، رطب كده، وبيحافظ على العصير بتاعه. بس ده لو سويناه بالغلاف بتاعه. انا ما بشيلش الغلاف، انا بس بقص الحتة اللي فوق وبكسر الحتة اللي تحت وبس كده، وبحطه زي ما هو واسيبه بقى يستوي على اقل من مهله. فهحطهم الاتنين مع بعض في الفرن بالمرة. هحطهم على درجة حرارة 380 فahrenheit واسيبهم لمدة 20 minutes كده، وبعدين ابص عليهم. كده خلاص، يدوب المغرب قرب يأذن، فيدوب نلحق بقى نرتب الترتيبات الأخيرة. وزودوا طيبين. شكرا يا عسل. بس كده حلوين، وده كان الفطار بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مبروك للتعليق اللي كسب، ومتنسوش تكتبوا تعليقاتكم تحت الفيديو عشان هختار تعليق يكسب الفيديو اللي جاي ان شاء الله. بحبكم كتير كتير، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.